هذا هو الإسلام الذي يريده بني علمان والذي يريده الغرب. امرأة متبرجة داخل المسجد وهي كتلقي خطبة بعنوان التراث المغربي. المهم اخوتي، هاد الصورة هذه أثارت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، فاليوم ما شاء الله غادي نتكلموا على الحقيقة ديالها. خليكم معنا. إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق، ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق. تمر بنا الأيام سرعة كأننا نرى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. خوتي السلام عليكم، تبارك الله عليكم، تحية طيبة للجميع. مؤخرا انتشرت واحد الصورة ديال امرأة متبرجة داخل المسجد وهي تلقي خطابا على الرجال وعلى النساء مختلطين في المسجد. وهذه الصورة هذه أثارت غضب المغاربة، وهنا غادي يقولوا هذا هو الإسلام الذي يريده بني علمان ويريده الغرب. الغرب باغي الإسلام المتفتح بالنسبة لهم، هذا هو الدين اللي باغيناه بنو علمان وباغيناه الغرب. يعني كما كيسميوه هما التعايش بين الأديان. يمكن المتبرجة تدخل المسجد بيت الله، متبرجة تدخل ليلو، وحتى المشركين يدخلوا ويعملوا الطقوس ديالهم ويتكلموا على المواضيع اللي باغيين يتكلموا عليها حتى لو كانت سياسيه. بالنسبه للاسلام ما فيها حتى شي حاجه اذا كانت الامور دنيويه ولا سياسيه تقام داخل المسجد، ولكن ماشي وحده متبرجه وما بين الرجال مختلطين مع النساء وتلقي الخطابات ديالها. جائز واحد سياسي يدخل المسجد ويلقي يعني خطاب سياسي داخل المسجد، او لا تحل الامور الدنيويه داخل المسجد، ولكن يكون التبرج والسفور داخل بيوت الله عز وجل فهذا لا يجوز. اما بنو علمان هادشي اللي باغيين الدين يكون داخل المسجد، والطقوس العلمانيه والشركيه تكون داخل المسجد وخارج المسجد، باش يقولوا الدين المتفتح الذي يقبل العيش مع جميع الاديان. ولكن الدين ما يمكنلكش تناولو في البرلمان، الدين عنده بلاصه ديالو كيتجامع، ولكن اذا تكلمتي بخطاب ديني في البرلمان كيقول لك كيدخل الدين في السياسه، وهنا في عندهم مشكل. المهم اخوتي نرجعوا للموضوع ديالنا ونتكلموا على هذه الصوره. هذه الصوره هذه التقطت في مدينه فاس، وهذه الصوره هذه ماشي في المسجد. يعني كاين فرق ما بين المسجد وكاين فرق ما بين الاضرحه والزوايا الصوفيه. فالمسجد يعني كيصلي فيه عامه المسلمين وهذه اللي جائز الصلاه فيه. اما الزوايا والاضرحه فكيكون مدفون في الداخل ديالها واحد السياد ولا الشيخ ديالهم كما كيقولوا، او شي رجل صالح كيتباركوا به، كيقوموا بشي طقوس اللي صراحه لا اصل لها في دين الاسلام. فالعلماء كيقولوا لا يجوز الصلاه في الزوايا وفي الاضرحه. المهم اخوتي ماشي هذا هو الموضوع ديالنا. الموضوع ديالنا هي هذه الصوره اللي عملت ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الصوره هذه كيقولوا الناس في احدى المساجد المغربيه، ولكن بعد الاطلاع والبحث الطويل والعميق اتضح ان الصوره فهاد الصوره هذه التقطت في احدى الزوايا بفاس، والصوفيه كيسميو ديك الزاويه زاويه سيدي مولاي عبد القادر. فالامر عادي في الزوايا، يعني الزوايا معروفين انهم كيقبلوا اي واحد يدخل من الزاويه. اما المسجد وبيوت الله عز وجل فلا يجوز الدخول لوحده متبرجه. جائز واحد مشرك ندخلوه المسجد نعلموه التعاليم المسجد، وهذه فيها دليل يعني بلا ما نحكي لكم القصه لانها نطول عليكم. المهم يعني يجوز دخل واحد مشرك تعلم التعاليم الاسلام، او لا وحده مشركه وتكون بلباس مستور وتدخلها وتعلم الدين ديال الاسلام. اما ان يدخل المتبرجين والسكارى الى المساجد وان يلقوا خطاباتهم وانهم يعملوا الطقوس ديالهم داخل المسجد فهذا لا يجوز. المهم اخوتي هذه الصوره هذه في احدى الزوايا في فاس وماشي في المسجد، والزوايا معروفين في انحاء العالم انهم كيدخلوا اي واحد للمسجد حتى لو كانت متبرجه. المهم اخوتي في النهايه ديال الفيديو كنتمنى تخلوا لي الاراء والتعليقات ديالكم تحت في الكومنتير. وفعلا هذا هو الدين الذي يقبله بنو علمان ويقبله الغرب. خصهم يكون دين عادي تدخل وحده متبرجه المسجد، عادي تقام الطقوس الشركيه بين المسلمين. هذا هو الدين اللي يقبل جميع الاديان والذي يقبله الغرب. اما الدين الذي يحرم ويقول هذا حرام وهذا حلال ولا يجوز فعل كذا ولا يجوز فعل كذا، فهذا عندهم متشددين وانهم غير متفتحين على المجتمع وعلى الاديان. في النهايه ديال الفيديو خوتي كنتمنى تخلوا لي الاراء والتعليقات ديالكم تحت في الكومنتير. تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.